ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. احنا النهارده بقى انتوا كلكم عارفين ان انا لسه عند اخواتي ما روحتش، وقالوا لي اعملي لنا بقى محوجه. احنا ما بنعملش المحوجه دي الا ايه، اكترة الوقت بنعملها في الشتاء يعني. فعشان احنا هناك وملمومين وكده ايه، قالوا لي اعملي يا خالته محوجه، اعملي يا عمته محوجه. قلت لهم حاضر يا حبايب قلب اعمل له. فبالليل كده بعد ما اتعشينا واحنا قاعدين في السهره فقمنا عاملينها. ماشي يا حبايب قلب، زي ما انتوا شايفين كده جبنا الدقيق بتاعنا وبننخله. ومعلش لو هتشوفوا تبريئات كتير وهتشوفوا عيال كتير وهتشوفوا حركات غريبه كده من الهيصه اللي فرحنا. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلب، بيت عيله، بنت اخويا قاعده فرحه هنا وكده يعني. يا حبايب قلب زي ما انتوا عارفين بيوت الفلاحين كلها خير ولمه، وربنا يديكم الصحه وطولة العمر. هناء مالك بند عليها؟ انت شايفها في الصراع تند عليها. المهم يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك. وطريقه المحوجه دي طريقه جميله وزي العسل وبنحبها شتويا. واخواتي بقى قاعدين فرح بيضحكوا عليا وبيتريقوا وبنتكلم. وبس انت بنت اخت زهره اهي اهو، ابن اخويا بقول لكم حطوا اللايك والاشتراك ماشي. وهنعمل بقى ده كله بندخل في الدق بتاعنا اهوت. وانا ما سرعتش التليفون برضو علشان نتكلم مع بعض براحتنا كده يا حبايبي. انا بقول بقى لاختنا وحبيبتنا اللي داخله تقول لي انت بتتكلمي كتير يا حاجه وانت لكاكه يا حاج. يا حبيبه قلبي مش عاجبك ما تتفرجيش عليا. انا بتكلم كتير وبلوك، مش عاجبك ما تتكلميش عليا، اخرجي من الفيديو بتاعي. انا جيت ضربتك على ايدك وقلت لك اتفرجي عليا. انا بتكلم بالطبيعه، لكاكه مش لكاكه لنفسي، مش ليكي انت وللناس المتابعين حبايب قلبي وحبايبي. ماشي، انا بقول لك اهوت انا بتكلم كتير وبلاكلك كتير، ما تتفرجيش عليا، اخرجوا من الفيديو بتاعي. روحي للناس اللي ما بتكلموش في فيديوهات هتلاقيها صامته كده، روحي لها كأن انا بتكلم مع مشاهديني واخواتي وحبايب قلبي بطبيعتي، وطالعه لهم بعيال اخواتي وباهلي زي ما احنا متعودين. سيبنا بقى من الست دي. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي الكيلو الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، هنحط عليه كوبايتين ونص سكر مطحونين علشان اللي عاوز يجرب الطريقه ويمشي بالمقدار. كيلو الدقيق عليه كوبايتين ونص سكر مطحونين يا حبايب قلبي. اهو السكر بتاعنا جبناه، السكر العادي بتاع التموين، وطحناه في المطحنه بتاعت الخلاط وحطيناه اهو ماشي. وربع كيلو خلطه محوجه بنجيبها من عند العطار. بقول لكم اهو كل الدقيق عليه كوبايتين ونص سكر. بنزل بقى السكر اللي في الكوبايه علشان ايه ما يشربش الزيت بتاعنا وما ينزلش. اهو قول لهم حاجه يا احمد. يا حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتدوسوا على علامة الزائد وتعملوا حركة الاكسبلور. شاطر يا احمد. تابعوني في قناة عمتي نادي. عمتي نادية حاجة المأكولات المنزلية يعني شاطر يا احمد، حبيب عمته يا احمد. بقول لكم ما تنسوش الاشتراك في قناة عمته. اهو يا حبايب قلبي ده الخلطة بتاعتنا اهي، دي ربع كيلو ب10 جنيه اهو. هحط لكم في الكوبايه برضو علشان تشوفوا. انا كنت ممكن انزله مره واحده بس انا قلت ايه اوريه لكم برضو عشان اللي هتقولوا ربع كيلو معياره قد ايه، يعني كوبايتين. او نقلبه ونرجع نعمله تاني نكمله تاني. بس انت عادي لو نزلتيه مره واحده وقلبتيه كده عادي. اخويا قاعد اهوت بقى بيصور اخر اهو. ابويا حاطط التليفون. لا ده ابوك ساعتها ما كانش بيصور، كان بيكلم الدكتور. واحمد ابن اخويا قاعد فرح ازاي. دول ولاد اخواتي يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم كده يا رب، ويخلي لمتكم ويخلي اخواتكم وحبايبكم كلكم. ده احمد يا عم. وده احمد السيد، ودي هنا، ودي ملك ولاد اخويا التاني، ولاد رضا اخويا اللي هو في العاشر. اهو يا حبايبي ربنا يخليكي يما لنا كده ونتلم حواليكم كلنا اهو، ولا خلا ولا عدم من الاخوات والحبايب والاهل يا حبايب قلبي. اهو كنا بقى شوينا السمك واتغدينا وخلصنا وقلنا بقى ده احمد يا ولاد ابو تكاب بقول لكم حطوا اللايك والاشتراك. فقلنا بقى نعمل بقى المحوجه دي كده بالليل واحنا قاعدين في السهره طالما ولاد اخواتي بيحبوه. حبيب عمته نقلبها بقى كده يا حبايب قلبي. العلم خلاني مسخسخه على نفسي من الضحك اهو نقلبها بقى كده ماشي. ونحط بس هو معلقه بيكنج باودر
عشان تنفشها وتخليها حلو. بس طعمها جميل، طعمها حلو قوي المحوجه ديت. اللي عارف المحوجه دي يا حبايب قلبي يكتب لي في التعليقات، اصل في بلاد عارفاها وبلاد مش عارفاها، فاللي عارفها يكتب لي في التعليقات ان هو عارفها وبيحبها. واهم حاجه يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتسمعوا الاعلان. البيكنج باودر بتاعنا او الكيك شيف اهو زي ما انتم شايفين، بنحط منه معلقه واحده. ماشي. طبعا عندنا هناك في البيت في سينا ما بيبقاش في ريحه اي حد خالص واحنا قاعدين، ببقى قاعده لوحدي اهو. شوفي بقى احنا كده خلاص حطينا الخلطه بتاعتنا وحطينا السكر على الدقيق وحطينا البيكنج باودر، خشينا لمرحله ايه الزيت اهو. الزيت ده بقى تبع الدقيق بتاعك هو المعتدل، كوبايتين ونص زيت زي الكوبايتين ونص سكر. ماشي. بس ده خد مني شويه كمان علشان دي دقيق فلاحي، مش اللي هو بتاع المحلات او الفاخر، لا دقيق من البيت. مرات اخويا عاملاه في المكنه يعني، فخد مني بتاع يعني قيمه 3 كوبايات زيت كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. وتنزلي بقى كده. والمحوجه ديت يا حبايبي ما بتتعجنش، دي بتتبس كده، دي ما بتتعجنش بتتبس، بس بتديكي نتيجه جميله في الاخر وطعمها زي العسل. احنا بنحب نعملها قوي في الشتاء بالليل كده في السهره، بتبقى حلوه مع كوبايه شاي، والصبح برضه بتبقى جميل. انا عملت منها زي ما انتم شايفين كده، عملنا صينيتين وخدت خلطه عشان ما هيش عندنا في سنه هناك، انا دورت عليه فاخدتها معايا عشان اعملها هناك برضه باذن الله. احنا بنحبها جدا، بنحبها جدا اللي بتاع دي الخلطة المحوجه. شوفوا بتتبس ازاي زي الكحك، زي طريقه الكحك اهو. الواد ده عسل، الواد احمد ده لازق في ريحه، كل ما اجي اصور يقول هطلع معاك يا عمتي، هطلع معاك. ولا خلا ولا عدم من لمة الحبايب. يا رب اللي ليه اخوات وليه اهل ما يتحرمش منهم ابدا. شوفوا بقى هي بتتبس ازاي، طريقتها كده ما بتتعجنش. لا بتتعجن. تشربها بقى الزيت بتاعتك وتظبطها وتخليها 100 100 كده. معلش لو انا موطيه صوتي بس يا حبايب قلبي وكده، علشان بس مامتي تعبانه، مش عاوزه برضه اعمل لها ازعاج وهي نايمه في الاوضه التانيه في ريحه. بس العيال الصغيره بقى عشان اللي هيكتب لي ايه انتوا والدتكم تعبانه وبتعملوا حاجات من دي وكده، العيال الصغيره يا حبايب قلبي مش ليها ذنب ان احنا نحرمها من الحاجات ديت. وانتوا عارفين لما العيل بيطلب طلب الواحد بيصعب عليه ما يعملوش ليه، فالعيال الصغيره ملهاش ذنب ان في حد تعبان في البيت او كده. اكتر ما احنا نقول لهم وطوا صوتكم عشان اننا تعبانه. لو ان انا قلت لكم هاتوا المشرب تسمعوا كلمتها وتدوها كده. اقفل الباب وراك يا مالك، اقفل الباب وراك يا حبيبي. ماشي يا حبايبي. يعني انا ابن اخويا الكبير تاني يوم ما جيت طلب مني الفطير، قال لي يا عمته انا نفسي في الفطير بتاعك اعملي لي، قلت له حاضر يا قلبي، عملت له فطير. اخوه الصغير برضه قال عاوزين يعمل لنا محوجه، عملت محوجه هو وبسنت بنت اختي، عملت لهم محوجه. فالاطفال مش لها ذنب ان في حد في البيت تعبان او كده يعني. احنا الكبار بقى الحمد لله يعني ربنا يخليها لنا موالينها، بنديها العلاج بتاعنا بانتظام. اخويا الكبير ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحه وطولة العمر، بالتحليل دايما، بالعلاج، بإصلاح ضغط مرتين في اليوم، السكر كده. دوس السوداني بقى يا حبيب قلبي احنا خلصناه اهو، ودوس السوداني بتاعنا هنحطه فيها عشان نحطها بقى في الصينيه ونبططها. طريقتها سهله وبسيطه خالص خالص، بس في الاخر النتيجه بتاعتها طعمها جميل وحلوه قوي قوي قوي. المحوجه دي جربوا لو حتى في نص كيلو دقيق وكوبايه ونص سكر وكوبايه ونص زيت، بس صدقوني هتعملوا منها تاني على طول. هي طريقتها حلوه وجميله وزي العسل اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وولاد اخواتي كلهم قاعدين بقى في ريحي اهوت اهو. واللي بيتكلم وصوته طالع في الفيديو ده اخويا الكبير اللي انا عملت لكم معاه جوله في رومانيا، شفتوها يا حبايب قلبي. ودي محمد ابني قاعد في ريح احمد، طبعا كلكم عارفين محمد.
محمد معروف عشان بيطلع معايا في الفيديوهات عندنا واحنا هناك في الشقه بتاعتنا في ما سينا. تنسوش اللايك والاشتراك. شاطر يا محمد. اقفل الباب يا ندى. شفتوا بقى هي بتتبس ازاي ما بتتعجنش. اقفل الباب وراها. بتحطها بقى في الصينيه بتاعتك، تحط نقطه زيت بسيطه كده في الصينيه وتمسك. سيبهم يا احمد، سيبهم يا حبيبي، سيبهم وتقوم بقى ايه ماسكها مبططاها كده في الصينيه بتاعتك. يا سهله خالص. يلا ادخلوا اعملوا اللايك قبل ما تنسوا ودوسوا على علامة الزائد، واللي متابعنا يتابعنا على قناة عمته نادية للمأكولات المنزلية. شاطر يا احمد، برافو عليك يا احمد، حبيب قلب عمته احمد ما شاء الله على حافظ. قول لهم يا مالك حط اللايك والاشتراك. لا ايه خلوصي، لا خلوصي يا حبيبي خالته. قول لهم حط اللايك والاشتراك لخالته لا عشان ما يزعلش مني. قلنا قول انت يا ندى حط اللايك والاشتراك. ندى مكسوف. ماشي يا ندى. محمد الواد احمد ده بقى يا حبايبي اللي قاعد في ريحي دي اللي كان بيتكلم الوقت. شوفوا احمد دوت اللي كل شويه عمته يلا اعملي فيديو وصوريه عشان انزل معاك. يلا يا عمته. زي ما انتم شايفين بقى كده يا حبايب قلبي، تنزلها في الصينيه بتاعتك وتفرديها وتبططها بقى كده. بس يا مالك اسكت. وتبططها كده يا حبيبتي، بتبقى ايه يعني طريه حاجه بسيطه كده. وتفردها في الصينيه بقى كده وتفضلي تسوي فيها، وهي بتتسوى ما بتكملش 10 دقايق في الفرن، ما بتاخدش تسويه يعني. اقفل يا محمد وراك الباب. اطلعوا يلا عشان تفطروا. يلا يا احمد الاكل تحضروا افطروا يلا. حاضر يا عمتي. حاضر يا حبيبتي. انا بتكلم لكم بقى يا حبايب قلبي على الفيديو ده الصبح. اقفل وراك يا احمد. وهم البنات بره نسوان اخواتي واختي وجهزوا الفطار وحطوه اهو. بس احنا قمنا بدري، حطينا لام الفطار بتاعها وادانا العلاج بتاعها، وهي الحمد لله يعني قاعده برضه والحمد لله يعني هي احسن كتير والله يا حبايب قلبي. اللي بيتصلوا وبيسالوا عليها ما تحرمش منكم يا حبايبي. ام مازن حبيبتي، اميره محمد، ووصفات ياسمين، تألقوا مع وصفات ياسمين حبايبي، ما تحرمش منكم. كل يوم والله العظيم بيتصلوا يسالوا عليها. يا رب ادهم الصحه وطولة العمر يا رب، وخلي لهم والدتهم لو عايشه يا رب. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهيت بنقطعها برضو وهي طريه لسه قبل ما ندخلها الفرن، عشان لما تخرج من الفرن تبقى سهله معانا في التقطيع. واحنا بنخلعها كده من بعضها، عشان هي الخلطه بتاعتها ديت عباره زي حلبه كده، زي الحلبه المطحونه، فبتنشف على طول لما تشيب من الهواء. فبنقطعها وهي طريه علشان تبقى سهله معانا. نعم هخلص يا حبيبي واجي. كلوا انتوا بس، كلوا انتوا وانا اخلص واجي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيبي بنقطعها وهي لسه ما خشتش الفرن، علشان لما تخش الفرن. حاضر انا جايه اهو. لما تخش الفرن تبقى سهله معاك. اخويا بقى قال لي هات وانا اقطع عليك، قلت له ماشي. انا قطعت حاجه بسيطه واخد مني السكينه يقطع. ومبسوط بينا والله كتير ان احنا هناك. اخويا سافر النهارده بتاع العاشر وهو ماسك فيا كمان، قال لي اقعدي كمان يومين. يا محمد يا سعيد هنخلص بقى كده يا حبايبي وندخلها الفرن، وانا ماشيه معاكم برضو خطوه خطوه. شكلها جميل جدا والله وطعمها تحفه، صدقوني لو جربتوها هتعملوها على طول. فاخويا بقى حب يعملها هو كده تقطع غريبه شويه كده، بس شكلها حلو. هو غاوي الاكل وغاوي الطبخ والحاجات دي. هو كان بيطبخ في رومانيا، فهو ما شاء الله عليه يعني غاوي يعني. اما نكون بنشوي لحمه ولا بنشوي فراخ ولا كده، هو اللي بيشوي وبيعمل لنا كل حاجه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، قطعها بقى كده بتسهل معاكي لما تخرج من الفرن اهو. حاضر اخلص وجع. انا ما عملتش الفيديو ما سرحتوش، ماشيه بطبيعتي خالص. عاوزاكم برضو تعيشوا وبرغم ان انا سايبه العيال بتتكلم في ريحي، علشان يا حبايب قلبي اللي عارفين ان احنا من بيت عيله وكده وفلاحين زمانهم عارفين ان كده عاده عندنا يعني. بس انا بقى برجع تاني واتكلم على الست اللي يعني طب ذنب ايه يعني؟ مثلا
مبسوطه انت تخشي تحرقي مثلا دم، تقولي لي انت لك كيكه، انت بتتكلمي كتير يا ست، انا مش عاجباكي ومش عاجبك طريقتي، اخرجي، ما مش عاوزه اللايك ولا الاشتراك بتوعك ولا المشاهده اللي هتيجي منك. ناس غريبه والله العظيم، مش عارفه بتستفادوا ايه من حرق الدم الناس. انت على فكره لك كيكه وبتتكلمي كتير، وانت مالك؟ انت مالك انت؟ يا حبايب قلبي دخلناها الفرن اهو زي ما انتوا شايفين كده، وقاعده انا بقى قدام الفرن بسويها، واقول لكم لما تستوي اوريها لكم تاني. طلعت كده يا حبايب قلبي من الفرن اهو، شكلها جميل وقبه وزي العسل ازاي. برضه هطلعها بره، اخويا برضه اللي ماسك السكينه بيقطع فيها، ما شاء الله الحته اللي بتتقطع العيال بينتشوها. اه طعمها حلو قوي 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 بكوبايه الشاي. شوفوا بقى التقطيع بتاعته الظريفه الجميله ديت طلعت حلوه ازاي. اهو زي البسبوسه زي الهريسه، حاجه جميله جدا. جربوها كده يا حبايب قلبي. في ناس بتقول عليها المحوجه وناس بتقول عليها اللقمه الخضر، بس احنا بنقول عليها هنا المحوجه. شوفوا بيدوق حته بقول لي طعمها جميل، تسلم ايدك.